السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله متابعي الكرام، يا هلا وكثير الهلا بيكم، يا هلا وكل الهلا، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طبعا هذه خلية نحل، راح نشوفه وين يتجه، وين يسرح. ما شاء الله تبارك الله. طبعا هذا هو النحل، سروح النحل على أزهار نبات حمض السواد. طبعا يتزامن تزهير حمض السواد مع تزهير أشجار السمر، فيجمع منها حبوب اللقاح. طبعا حمض السواد من النباتات المعمرة، تزهر مرتين في العام، مرة تتزامن مع تزهير السدر في الشهر 10 أكتوبر، وأيضا التزهير الثاني في الشهر 4. وشايفين النحل ما شاء الله. طبعا هذه زرعتها العام في الشهر 5، واحنا الآن في شهر 5، صار لها سنة ما شاء الله. شوف ضخامتها. طبعا حمض السواد هو من النباتات أيضا الرعوية، ترعاه الإبل والمواشي. نبات معمر يتحمل ملوحة التربة والمياه، يعني وين ما تخليه ما عنده مشكلة، في الصبخة، في الرملة، في الطينة. أنا هذه الأرض طينية طبعا، لكن هو أكثر ما ينتشر في الأراضي الملحية أو أراضي الصبخ. هذا هو حمض السواد، ما شاء الله تبارك الله. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طبعا هذا هو حمض السواد، نبات رعوي للإبل المواشي، أكثر ما يكون في الصيف. نبات معمر ما شاء الله، تتملح